بالنسبة لمباراة الزمالك وحرس الحدود، نادي الزمالك عرف يكسب بنتيجة 2-0 على حرس الحدود. فوز مهم جدا بالنسبة للزمالك، يقربوا الصدارة، يقربوا المركز الثاني بنقطة 34، فرق نقطة على سيراميكا كليوباترا ب 35 نقطة. ففوز مهم نادي الزمالك، فوز مهم ليه لجماهير نادي الزمالك. إن الحقيقة يا جماعة مباراة حرس الحدود والزمالك كلمة السر هو الجماهير. جماهير الزمالك يا جدعان بتدي حافز كبير جدا لنادي الزمالك في الظروف هو فيها. يعني شفت يا جماعة الجماهير في مباراة حرس الحدود كانت عاملة ملحمة. الجمهور يا جماعة مهم جدا والله العظيم، ودي من الحاجات اللي خلت الزمالك يطلع من بطولة كأس مصر بسبب الجماهير، بسبب إن مفيش جماهير. يعني الزمالك مقفول اللي عنده كده، ما عندوش لعيبة، يعني مثلا تقدر تنافس زي بيراميدز والنادي الأهلي. لكن الحاجة اللي يقدر مثلا يقربوا لأي بطولة هي الجماهير. فالجماهير يا جماعة مهمة جدا لنادي الزمالك. يعني ما ينفعش أصلا بطولة كأس مصر تتلعب من غير جمهور. فكانت السر امبارح في مباراة حرس الحدود اللي خلاه يكسب نادي الزمالك هي الجماهير. لا يا جماعة، بالنسبة للمباراة الشوط الأول الزمالك كان بادئ بداية كويسة جدا، مثلا لغاية مثلا دقيقة، مثلا لغاية نص ساعة حرس الحدود بدأ يمسك كرة أكتر، بدأ يروح على الجون أكتر. الشوط التاني الزمالك الصراحة كان عامل ماتش حلو جدا، الشوط التاني كان عامل شوط جميل أوي، بدأ يروح على الجون كتير، بدأ يمسك كرة. تغييرات المدرب الكبير معتمد جمال ساعدت نادي الزمالك إنه يكسب بنتيجة 2-0 ويروح على الجون كتير. طريقته الهجومية اتحسنت طبعا بعد نزول أحمد فتوح، طبعا قلب الدنيا. ده اللي سبب في صناعة الهدف وخلاه يسجل هدف. أحمد فتوح لاعب كبير، أحمد فتوح الصراحة. في أكتر من لاعب كانوا مميزين في المباراة دي. يعني مثلا محمد إبراهيم لاعب كبير أوي يا جدعان، ليه مستقبل كبير أوي مع نادي الزمالك. أنا معتقد يعني محمد إبراهيم، يعني لو جيت تقارنه بعمر جابر، عمر جابر في حاجات ما يقدرش يعملها، محمد إبراهيم يقدر يعملها أفضل منه. يعني في حاجات عمر جابر ما يقدرش يعملها، الحاجات دي بتكون مهمة عند محمد إبراهيم. فأنا شايف يا جدعان من وجهة نظري محمد إبراهيم هو الباك اليمين الأساسي نادي الزمالك. يعني بالنسبة لجماهير الزمالك الناس كلها شايفة إن محمد إبراهيم يبدأ كأساسي. في أكتر من لاعب عجبني في المباراة، يعني ناصر منسي الأسطورة، كل ماتش بيثبت إن هو أسطورة بجد. يعني الحقيقة يا جماعة لاعب مجتهد أوي، لاعب كبير والله العظيم، لاعب يعني إيه إمكانياته. يعني مش زي مثلا وليد أزارو ولا وسام أبو علي ولا سيف الجزيري ولا مصطفى محمد والناس دي. يعني ما عندوش سرعة، ما عندوش مهارة زي المهاجمين دي، بس لاعب مجتهد، لاعب بيعمل اللي عليه. في لعيبة عندها الإمكانيات دي بس للأسف ما بتعملش اللي عليها زي اللي بيعمله ناصر منسي. في الحقيقة يا جماعة لاعب كبير والله العظيم، في كل مباراة ربنا بيكرمه بهدف بيحبب الجماهير الزمالك أكتر وأكتر فيه. مثلا اخوان جزيره كان عامل مباراه كبيره يا جماعه. واد حرس الحدود كان عامل مباراه كبيره. قضية الدباغ عمل ماتش حلو. المهدي سليمان كان عامل ماتش حلو برضه. الونش عمل مباراه كبيره برضه. حسام عبد المجيد يعني مثلا كان كانش احسن حاجه في الشوط الاول. حسام عبد المجيد تحس كده متشتت كده، ما بعرفش يخرج بالكرة. باصاته كلها بتكون فيها أخطاء كتير. فبس اتحسن بعد كده في الشوط التاني. محمد إسماعيل لاعب كبير. محمد شحات برضه عمل ماتش كويس، كل اللعيبة عملت ماتش كويس في المباراة دي. فنقول ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بكتير بالنسبة لنادي الزمالك. فنقول ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. فالسلام عليكم وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.
السلام عليكم.